لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس. آمن بنفسك. عليك أن تدرك قيمتك وقدرتك أولا، وتثق بهما. لا تجبر أحدا على حبك، ولا تحاول أن تجذب محبة أحدهم مكرها. قيمتك من نفسك، والمحبة من الله. يا بيه، حياكم الله، وشلونكم وش اخباركم؟ عساكم بخير وصحة وعافية وراحة بال. قولوا آمين يا رب العالمين. نبدأ الفيديو مالتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات، أولا حجاوبكم على سؤالين كلش هواي جايين بالتعليقات. أم ريحانة، شو هذا الكعك مسويته؟ بنات إن شاء الله حسوي لكم يعني خاص بس وصفة الكعك، لأن أنا ما سويت الطريقة، ما مصورتها. هذا كعك أبو خفيفي أنا مسويته بطريقة كلش بسيطة، إن شاء الله أنزل لكم إياها بنات. سألتوني شنو نوع البخور بنات تستخدمي؟ بنات هذا خذوا له سكرين وجيبوا منه. أنا هاي لو تتذكرون مرة كانت عندي متابعة اسمها أم مؤمل، الله يذكرها بالخير إن شاء الله ويعطيها الصحة والعافية، دزت لي هدية، بس ريحته بنات خرافي خرافي. مع ذلك بنات هي يعني تقرأ عليه وتحصن يعني إن شاء الله أهل البيت من عنده. أهل البيت يعني أنتم كسكان القاعدين بالبيت. هذا بخور صندل باللبان، كلش بنات مفيد وفي طاقة إيجابية وريحته تجنن. هذا بنات أنا أشتري هذا الفحم 500 دينار، سريع الاشتعال بسرعة، يعني يشتعل أحسن من الفحم الكبار، مرات أخذ مال النرجيلة، بس هذا أسرع بسرعة يعني يصير، وبخر بيه على السريع، يعني بالجداحة تشتغلين بيه. وحنبدأ الروتين قدامكم ونصلي على محمد وآل محمد. بنات روتين حلو خفيف إن شاء الله. بديته يعني نوعا ما بلشت اليوم من الصبح وياكم، لأن أنا جاني طبخ الغداء جاهز، جاني ثواب، فحبيت أشوفكم هذا الروتين كليته قدامكم. هذا بنات الكعك سألتونا عنه، سهل وبسيط وما يكلفك أي شيء، يعني كله بالبيت، ما ياخذ من عندك كل شيء، كلش سهل. هنا أنا نظفت وكملت الصبح، يعني بعد الريوق، لأن قلت لكم جانا غدانا جاهز، ثواب من جيراننا مسوينه ومأجورين إن شاء الله، ويا رب يتقبل من عندنا ومن عندهم. هذا القليل نقدمه لأهل البيت. فقالت من اللي أخذت من عندي جداري، وقالت الصبح مريحانة دزي أحد أو إحنا ندزي إياه، فهم الصبح بالعشرة تقريبا هنجي دزوا لي، مسوين هذا خير وثواب إن شاء الله، مأجورين وواصل. فهنا نظفت المطبخ على السريع ورتبته. هو سألتون بنات شنو مغلفة مريحان المطبخ لو صابغته؟ لا بنات، هاي طبعا متابعات جدد دا يشوفون المطبخ ويسألون عنه. بنات هذا تغليف مال جدران او سقوف، وانا هنا غلفت بيه المطبخ، لان كان مخزن بنات، هاي ما تعرف، كان مخزن وسويته مطبخ من عزلت وغلفته، وشوفوا مشكلم ونظيف على قد ايدي، على الاقل شويه يعني معزول على صفحه، وانت تاخذين راحتك بيه مهما يكون صغير انت ترتبيه. هنا انا حميت الغداء، صار الظهر، وخبز هماتين خير وبركه عندي، يعني كان خبز وحميت الغداء هنا، وهذا غداني خير وبركه وبركات أهل البيت، كل الناس تاكل وتشبع، ويعني الحمد لله والشكر رب العالمين على نطاق واسع. يعني انت قاعدة بالبيت تجي وجبة كاملة إلك حشبعك انت وعائلتك، هاي كلها فضل رب العالمين وبركات أهل البيت علينا. يا رب يا رب يتقبل منا ومنهم هذا القليل. المهم بنات، هذا الروتين ماشي قدامكم، حبيت احكي وياكم كموضوع بخصوص العوائل ومشاكل العوائل. وبنات هواي كتبوا بالتعليقات احنا نحس نفسنا انه اهلنا ما يريدونا وعيالنا ما يريدونا ويقللون من شأننا. بنات لا تحسسين نفسك هذا الشعور، حسي دائما ان انتي ليش الناس تقلل من شأنك وانتي مو بحال الناس. انتي مدام رب العالمين الكريم موجود، انتي مو بحال الناس. اهم شي سوي اللي يرضى بيه ضميرك واللي يرضى بيه رب العالمين، مالك علاقه بالناس. ليش يحسسين نفسك انه اقل من الناس؟ بيش احسن منك هم. بعد الغداء طبعا ما يحلى غير الشاي. وهنا شنو عجبني؟ جبن وخبز ويا الشاي. طبعا عندي جبن كان باقي من الريوق، ويا الشاي ما اعرف ليش هيك خطر ببالنا، تقريبا صار عصاري يعني. المهم بنات فجت 3 متابعات طبعا كاتبات لي بالتعليقات مريحانه، يعني سائليني انت شلون متكيفه ويا الوضعيه وشلون قابله تعيشين هاي العيشه، ما تحسين نفسك اقل من البقيه؟ لا بنات، ما احس نفسي اقل من البقيه، لا الفلوس ولا البيت ولا الاثاث حتقيم الشخص. الشخص هو يقيم نفسه بنفسه، لا تعتمدون او تنتظرون الناس تقيمكم. انا كبيره بعين نفسي،
بعين أولادي، بعين زوجي، أهلي، أحبابي، حتى لو أكو أقرب الناس إليك يحسسوش إنه أنتوا أدنى منهم مستوى، تركيهم. ودائما أنا شعاري بالحياة دواء الجاهل التجاهل، اللي يحسسك إنه أنت أقل منه إنه هذا إنسان جاهل. بناتي هنا سويت على العشاء، حبيت أسوي شيخ محشي أو محاشي أو ما أعرف شو يسموه. عندي باذنجان وعندي شجر، صح كبار بس مو بالغرض، اجى على بالي هيك فجأة قلت خلي أسوي شيخ محشي. عندي لحم مثروم، عندي كل شيء، بس الباذنجان والشجر خشن، بس حفرته بطريقة ما بطريقتي، عرفت شلون اسوي. هنا أنا سويت الحشوة، شوية حبست اللحم والبصل، نص حمسة يعني، وضفت عليهم خاشوقتين تقريبا تمن، غسلته وضفته، وملح وبهارات شوية أخليه، مال الدولمة مرات أخليه حتى تعطي هيك ريحة. وهنا بنات بعد ما أحفره أقليه، يعني من أمليها حشيها أقليه. واللي هنا خليت بالجدرية حمست شوية بصل، وعندي شوية ليه هماتين، وشنو حمست الحفرته مال الباذنجان والشجر، وهماتين عندي في الفلاية، هماتين حشيتها. كان هذا آخر شيء مسواق عندي بالثلاجة، يعني بحوشت بالثلاجة لقيت عندي 3 باذنجانات و3 شجرايات، وفي الفلاية جيت جمعتهم سويتهم جدر أو شوربة مال شيخ محشيها بالشتاء احنا نسويها، بس ما أعرف ليش جت على بالي، لأن كان صراحة ما عندي بالسواق. هاي نهاية الثلاجة، إن شاء الله حنسوي يعني. بس قلت خلي أسوي. ودائما احنا قلنا أم البيت هي مصدر أساسي للحياة وللعيشة وللأكل وللشرب للطبيب، تحس روحها هي كل شيء، الكل بالكل بالبيت. الله ينطينا وينطيكم الصحة والعافية والقناعة. هنا أنا بلشت أنظف المطبخ وأعزل بيه، وأني صايرة يعني من أقعد أتكاسل، فأنا واقفة شغل كلي بناتي، انتو هماتين اكتبوا لي بالتعليقات إذا أقعد بعد ما أقدر أقوم، وإذا أبقى واقفة لا إيش عندي شغل دبي علي، يعني أنا واقفة أعزل وأنظف وأسوي لي مثل فنجان قهوة. إنه مبصرة دائما أشجع نفسي وأنطي نفسي طاقة إيجابية. تمام حبايبي، نرجع لتعليق الأخت أو المتابعة اللي سألتني وتقول لي أناشدك بالله. طبعا هذا سؤالها اللي جذبني، أناشدك بالله أم ريحانة من تصورين بيتك أو طبخاتك بتحسي روحك أنت أقل من الناس؟ لا حبايب، لا أبدا، بالعكس أنا لو أحس روحي أقل من الناس ولو أسمع كلام الناس، هواي ناس إلي قريبين أو بعيدين أو يعني تعرفون أنا ما عندي اختلاط، لأن أنا لا موظفة ولا طالعة ولا فايتة، أنا اختلاطي يعني ناس محدودة كلها أقارب. أسمع كلام يا هو اللي يجي أسمع كلامه، كان أنا ما طلعت لكم ولا سمعتكم صوتي ولا شوفتكم بيتي لو أسمع كلام الناس. مرات أكو كلام يجرح وأكو كلام ينصح، فأنا أخذ كلام اللي ينصحني، ليش أخذ كلام اللي يجرحني؟ ومع ذلك أنا ما أنطي مجال للشخص. صح أنا جزء مو هجومية بالكلام، وجزء كلش بسيطة، ما تعاشرين انتو، يعني أنا دائما أعطيكم إيعاز. هنا بنات خبزت شوية للعشاء، دائما أعطيكم إيعاز وأنطيكم دافع للحياة، بس أنا من داخل نفسي كلش مو بس أقولكم بسيطة ومن النوع ما أرد، دائما أنطي التجاهل. مرات أنقهر بيني وبين نفسي صراحة، نقول ليش أسكت لهذا الشخص ده يحاول يلمح لي أو يغثني. مرات أقول لا بنات، أنا بعد ما خلصت خبز جيت أنظف المطبخ وجابوا لي هذا الثواب، وقلت لكم هذا خيرات الله وأهل البيت. يعني سبحان الله كل شيء ما لذ وطاب، سبحان الله أشياء أنا ما سويتها بالبيت، كل شوي داقين الباب وجايبين لنا فد شيء يعني ويخبر شنو هاي الفطائر اللي جابوا لنا اياها تجنن والله العظيم بنات. والحمد لله والشكر مأجورين إن شاء الله يا رب، يتقبل منا ومنهم. وقلت لكم هذا الشهر خير. نرجع لكلامنا بنات. فليش أحسس نفسي أنا كم مرة يعني كل فيديو تقريبا نفس الكلام دا أعيد بيه، أنا من ححس نفسي أنا قليلة من الناس وابتعد. هنا هماتين جابوا لنا حلاوة التمن الخرافية للجنن، مأجورين إن شاء الله واصل. وهنا نستوى جدرنا شوربة الشيخ محشي، تخبل بنات خرافية كلش طيبة وسهلة وبسيطة. شوفوا باذنجانايتي كبار، لا عبالكم أنا ما أعرف، بس هذا المتواجد عندي كان بالثلاجة طلعته وسويته. قلت الحمد لله والشكر مريحانة، دبر بيتك وسوي لك عشوة بسيطة اللي شو بجهالك والحمد لله. وكلش طعمها طيب بالشوربة، عودين ذات من عنبر بس صراحة ما عندي. زين بنات، فهذا حياتنا، فانت تصيري قوية ولا تحسسين نفسك أقل من الناس. ماكو واحد أحسن من واحد، احنا رب العالمين خلقنا احنا كان إنسان على كل الكائنات فضلنا. زين بيش فضلنا؟ بالعقل والحكمة. أنا بعقلي أعرف أتصرف، والمال ما يكبر شخص. انت تجيبين المال زين، والمال لا تخليه على راسك، المال خليه جواك حيصعدك، بس إذا حتخليه على راسك حينزلك.
زين. لا تفكرون بالفلوس دائما، الفلوس ما راح، بالعكس الفلوس تغير النفوس. اكو ناس من تصير عندها فلوس تتغير. ليش؟ هذا حشا ما اقول قدامكم ابن الفقر من يصير عنده حيتكبر على اهله وناسه، بس ابن الخير لو دقته الدنيا دق وشالته ورقعته بالقاع يبقى ابن خير وديه مفتوحة للخير. فلا تأثر بيكم الشغلات السلبية، خليكم